باغي كتاف كبار. ارنولد كيقول لك حبس من الزوا في البدايه، ما محتاجش لتمارين معقده والمرايه، محتاج الباور تريننج. ارنولد كيقول باللي الكتاف هما الساس ديال جميع التمارين القويه بحال الديد ليفت والبنش بريس. الا كتافك ضعاف الجسم ديالك كامل غيبقى محبوس. ارنولد كينصح اي مبتدئ وحتى المحترفين انهم يركزوا على حركات الانفجار والقوه. علاش؟ واي حيتاش الكتاف كيتفاعلوا بزاف مع الاوزان الثقيله. انا الصدمه، ارنولد ما كيقولش لك ابدا بالشولدر بريس العادي، ولكن كيقول لك بدا لي نعم سيدي بالكلين شولدر بريس. علاش؟ واي وعلاش الكلين اند بريس بالضبط؟ حيتاش ديك الحركه ديال انك تهز لبرا من الارض وتطلعها لكتافك تبريسيها ما كتخدمش غير الكتاف بوحدهم. هاد الحركه الوحشيه سافيج وايدلينغ فجر الظهر كامل. حسب معايا، ترابيس ترايسيبس والجلوتس والرجلين هي تمرين واحد كيبني لك كتله عضليه تيوفر لك القوه اللي غادي تحتاجها بلي غادي تدوز للمستوى المتقدم. زيد معاهم البوش بريس والابرايت روز بالثقل، وديك الساعه عاد فكر في الرفرفه بالدمبل. الخلاصه ديال ارنولد بني الساس بحديد ثقيل وغادي تلقى كتاف كله بحال الحجر اللي تولي محترف.